ايه العواف عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. فيديو جديد زي ما انتم شايفين 5:30 الصبح، ما كملناش كمان 5:30. صباحكم زي الفل، ويلا تشوفوا يومنا النهارده. متنسيش اللايك، متنسيش تقولي كلمة حلوة تجبري الخواطر، ربنا يا رب يكبر بخاطرك ان شاء الله. يلا بينا كده ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انتوا عارفين لازم نعمل دماغ الاول. بصوا الفيديو النهارده بسيط جدا ان شاء الله، هرد على كل اسئلتكم في كذا سؤال بيجيلي على الخاص، وساعات بيجيلي على الصفحه في القناه التانية. بس انا حبيت ارد هنا عشان القناه التانية جد جد، والقناه دي ايه، هزار هزار. يلا نبدا مع بعض كده. زي ما انتم شايفين قلت اعمل كوبايه نسكافيه. انا بسجل فيديو بدري جدا الصبح عشان يلحق يحمل. التحميل بقى حاجه تانية خالص يا ولاد، صعب جدا جدا. متعرفوش في ايه في النت، يعني مش فاهمه. المهم جالي سؤال كده يا جيجي، ازاي نقدر نربي ولادنا؟ عايزه اقول لك على حاجه، ما بقاش في تربيه اختي خالص. التربيه بقت وحشه قوي، البنات ما بقوش يسمعوا الكلام ولا الصبيان بيسمعوا الكلام، وتحسي ان هم بيربونا احنا. فحبيت بس ارد عليكي، احنا اللي بنتربى مش هم. طب ازاي يا جيجي هم اللي احنا اللي بنتربى؟ العلم ربينا، والله العلم بتربينا. بصي يا حبيبه قلبي، هقول لك لازم يكون لما بتيجي تربي الولاد او البنات عموما، يعني لازم تدخلي الاب في الموضوع. معلش بزعل قوي 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 من اي ست ما بتدخلش الاب في اي حاجه. لازم ندخلهم في كل حاجه. كل حاجه ازاي؟ كل حاجه لازم يعرفوها، كل حاجه. طب يا جيدا بيجوا من الشغل تعبانين وهلكانين، ونقعد بقى في وقت نتكلم فيه بعد ما نتغدى ونشرب شاينا والدنيا تبقى رايقه والولاد خلاص خلصوا حاجتهم، في وقت كده ممكن على يعني قبل ما ننام بساعتين تلاته، بلاش قبل النوم على طول عشان الرجاله ما يجرالهمش اي حاجه. يبقى احنا ايه السبب؟ يبقى احنا اللي عملنا ايه الحاجات دي في الرجاله، ويرجعوا يقولوا لنا عليتوا الضغط عليهم وجبت لهم السكر والكلام ده كله. لا، احنا عايزين واحده واحده كده نقعد نتفاهم ونشاركهم مشاكلنا مع اولادنا طول النهار، لان هم طول النهار بره بره الشغل، فمش فاهمين حاجه وحاسين بقى ان هم معاهم ملايكه في البيت. لو انت ساكته وما حكيتيش هيحسوا ان انت، يعني يقول لك ده ولادي، ده انا ولادي دول ملاك، ملاك من السما نازل. لا يا حبيبي، تعالى بقى شوف ولادك. اي موقف هيتعمل لازم يتحكى، بس يكون موقف مش تفاهه بقى، اللي هو ايه، ابنك النهارده مثلا قلت له اعمل لي دي ما رضاش يعملها لي، بنتك تعمل لي دي ما رضاش تروح تجيب لي. لا، دي الحاجات دي احنا نقدر نحلها وسهله وبسيطه. احنا نتكلم في اللي يخص اللي هو بقى الحاجات الكبيره، قله المذاكره، الرد عليكي مثلا بيردوا عليكي، آم، في سوء، في حاجه غلط بتحسيها في المدرسه مع صحابهم، لازم تتابعي بقى. يعني لازم تتابعي المتابعه دي بقى، اللي هي المتابعه ازاي تعرفي هم ماشيين مع مين وعن مين صحابهم، مين اهل صحابهم قبل صحابهم، مين اهلهم. ما هو العيل بيتربى في بيئة بتنشأ من الأب والأم الأول. لو الأب والأم في السلوك مش قد كده وبتاع، تبص للعيل نفس السلوك، هي واحدة. فانت مثلا مربيه ولادك على طريقه معينه، فبتيجي تختلط مع زميلتها في المدرسه باسلوب معين، فلا نمنع. فبنبقوا عارفين صحابهم. انا مثلا عن نفسي اعرف صحاب، هنتكلم على ريتاج مثلا، انا اعرف صحاب ريتاج فيهم وفيهم، بقول لها لا بلاش دي، خليكي مع دي. طب ماما دي مش عارفه اقول لها لا، هي بتيجي تحكي. بس انا معوده اولادي لما بيجوا من بره من المدرسه، ماما بيوجعوا دماغي، مش هقول لكم لا، بيبصوا بيبقى في زن. انا بحس ان في راديو شغال جنبي، والحمد لله كلهم مش بيجوا مع بعض، بيكون واحد لوحده. فرؤية تيجي تحكي اللي حصل، لازم بقى نسمع في الحته دي. ما نطنش لا بسكوتي دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم، لازم نسمع. تمام. فانا ساعات ببقى برضو متعصبه ومش عارفه ايه، وفي المطبخ بعمل اكل وشرب ومش عارفه ايه، ومش عارفه الم الدنيا ومش عارفه الم الموضوع. فبقول لها طب بصي يا رؤية، بلاش دلوقتي نتكلم، بس اخلص اللي في ايدي ونقعد نتكلم. فتتجه فين؟ لباباها، تروح تحكي له. فبقى انا واقفه وسامعه. حبيت اتدخل في الموضوع بتدخل واقول رايي، لكن انا عارفه مثلا ان باباهم هيلم الليله وهيظبط كل حاجه. فاهمين ازاي؟ فلازم حته المشاركه مع الاب. اوعي تبعدي الاب عن مشاكلك مع ولادك، صدقيني الولاد هتعرف ان انت انسانه ضعيفه، وفي نفس الوقت هيضايقوكي وهيتعبوكي جدا جدا. هيبقوا عارفين ان انت بتقلقي ان انت تقولي له عشان ما يحصلش مشاكل في البيت، فهيضغطوا عليكي اكتر وهيتعبوكي نفسيا اكتر. لكن طول ما هم عارفين ان باباهم متدخل في الموضوع، صدقيني الموضوع هيتحل بسرعه، وهيخافوا منك جدا، لان عارفين ان انت هتقولي. فاهمين ازاي؟ وفي نفس الوقت نديهم الامان ان هو ايه، مش كل حاجه نقولها لبابانا. انا انا ببقى معرفاه كل حاجه، بس بقول له ما تقولش ان انا قلت لك، عشان ايه يحسوا ان احنا ايه في امان، يجوا يحكوا. يا رب هيسمعوا الفيديو طبعا وهيفهموا، وهتبقى ليلتي مطينه طشي. المهم. انت بتعملي ايه يا جيجي؟ هقول لكم اهو. انا هنا بعمل بس سندوتش لوحدي كده، قاعده لوحدي في البيت، انا قاعده وحدي في البيت. هي الاجازه امتى يا جماعه؟ ما تعرفوش الاجازه جايه امتى؟ اجازه نص السنه امتى؟ انت مش كنتي فرحانه بالمدارس ومبسوطه؟
مش قوي برضو بصراحة، مش قوي كده. اليومين اللي هو كان الجمعة والسبت دول واحد كان مأنتخ على الآخر وبيصحى متأخر. بالنسبة لي متأخر دي الساعة 9:30 10 بالكتير. فتحسي ان احنا بنقوم براحتنا كده وفرحانين. ترجعي تاني 5:30 الصبح دي، انا مش عارفة نبيع لبن احنا ولا إيه. يا دي ام التعليم اللي في مصر من 5:30 الصبح ده. ماله التعليم كده لو الساعة 10 كده؟ هيجرى ايه يعني؟ مش فاهمة. ما علينا. المهم كده وانا بعمل اللبن في الميكروويف، اللبن كله اتكب، مش عارفه ليه بعمله على درجه حراره 140، فبيديني دايما اللبن يفور كده فيه، فمش عارفه اعمل ايه. المهم دخلت كده كان عندي شويه مواعين فضيت خيركم، وقلت ايه اخش اغسلهم معاكم ونتكلم مع بعضينا ونرد على الاسئله اللي دايما بتيجي ومتكرره يعني. فانا حبيت اقرا هنا في على الخاص وعلى الفيديوهات ان ازاي يعني يا جي بتتعاملي مع ولادك. انا بتعامل مع ولادي عادي جدا خالص، انا مصاحباهم قوي قوي، بيهزروا معايا بص بكل الطرق، حتى ولاد اخويا يعني بيخشوا. ادم يمكن شفتوه في الفيديو بتاع امبارح على القناه التانية، بيخش ايه جوج ايه جوجو مش عارفه إيه كده. فما بديش اللي قدامي ان هو ايه يعني، بس ساعه الجد هم عارفانين بيقلقوا مني يعني. خلاص نهزر نهزر، بس ساعه الجد بقى لما بشكط الشخط خلاص. يعني امبارح ليلى جات لي قالت لي عمته انا نازله، كانت الساعه 10 هنزل اجيب حاجه من تحت، قلت لها لا خلاص الساعه بقت 10 ما ينفعش ننزل الشارع، ادم هيروح يجيب لك. هي الكلمه قالت لي حاضر يا عمته، خد بعديها ومشيت وسمعت الكلام. تمام. يعني خلاص لا في وقت كده بنقف فيه بتسمع كلامي بصراحة. يعني ممكن ما تسمعش كلام جوه عندهم وتسمع كلام أنا. ليه؟ لأن دايما برضو بتيجي تحكي لي مثلا لو في حاجة ضايقتها ولا حاجة عملت تحصل كذا مش عارفة ايه، فانت بتدي فرصة للي قدامك ان هو يحكي معاكي، خدي منه وبعد كده بقى انت تعاملي بطريقتك. يعني ما تديش بتقوليش مثلا طب كمان شويه نتكلم، طب كمان خلاص هو مره على مره مش هيتكلم معاك، هيروح يتكلم مع غيرك وغيرك هيديكي مفيش حد ابدا عمره هيفيد ولادك غيرك انت. فخليكي دايما. انا رديت لكم على السؤال. هتقولي يا جيجي احنا بنتكلم في حته فعلا التربيه بقت صعبه جدا جدا. الولاد دلوقتي طب وليه وعشان ايه وازاي؟ مش مثلا ياخد الكلمه منك وخلاص، لا لازم يحاور معاكي وليه بتمنعيني عن صاحبتي دي؟ طب هي مالها عملت ايه ولا؟ ولازم بقى تقعدي تحكي وتحكي والكلام ده كله. تحبي صاحبتك وكل حاجه في الزمن اللي احنا فيه ده. بصي ما تتعلقيش باي حد. عايزه اقول لك ما تتعلقيش باي حد، اوعي تتعلقي باي حد في الدنيا. تعلقك بالله بس. لكن تعلقي ببني ادم عشان ما ترجعيش بعد كده تصطدمي وتقولي انا كنت متعلقه بفلان او متعلقه بيه سابتني صاحبتي وعشره مفيش الكلام ده. صاحبتك صاحبتي في المدرسه، بنتكلم مع بعض بنحكي مع بعض. لكن التعلق، حته التعلق بحد دي صعبه. ليه بقى؟ لان لو تعلقنا بحد هنتصدم صدمه جامده، فما فيش داعي للتعلق. يعني مثلا انت تيجي تقولي صاحبتي عملت موقف معايا ومش عارفه ايه وموقف وحش مش عاجبني، فانا هقول لك خلاص اضطري ابعدي عنها، فانت متعلقه بيها فلا. فاهميني ازاي؟ بس كده. يعني شويه الاسئله ما جاتش اسئله كتير غير حاجات بسيطه كده عن الولاد وكده. طيب بالنسبه لحته النوم بتاعهم، لا خلاص هم خلاص بداوا يظبطوا النوم بتاعهم. حتى يوم الاجازه لقيتهم ناموا بدري لوحدهم اوتوماتيك يعني. خلاص هو بيبقى تعود. بيصحوا بدري بيهلكوا طول النهار طبعا مذاكره وترتيب ومش عارفه ايه. تبص تلاقيهم خلاص جه عليهم الساعه 10 11 بالكتير وتلاقي كله خلاص اتقلب نام. بس كده. فعلى قد ما تقدري، انا بقول لكم اللي معاكم اطفال لسه صغيرين في السن، طبعا خدي مننا بقى احنا النصايح. يعني اولادنا خلاص يعني خلاص كبروا بقى. انا مالك اخر سنه السنه دي. طبعا سالتوني على الارتاج ليه دخلتيها صنايع. انا دخلت كل واحد حسب امكانياته يا جماعه. هي قدرات. تمام. فانا سهلت عن نفس الطريق، لان طبعا انا كنت حاضره موضوع الثانويه العامه ده وكنت بطالع عيني. فقلت لا نقصر الطريق على نفسينا وندخلها حاجه تكون سهله وتقدري تتعامل معاها. وفي الاول وفي الاخر كل حاجه نصيب. ايه كمان؟ ايه كمان يا جيجي؟ حبيت ارد عليكم هنا عشان هناك مبقاش فاضي، ببقى اشرح لكم الفيديو وبشرح لكم كل حاجه، فمش بعرف بسرعه بصراحه ارد على كتر الاسئله يعني. آم، واحده قالت لي جيجي ليكي بتتعاملي مع الجيران او حاجه؟ لا بصراحه ما بتعاملش مع الجيران غير بصراحه الغير كل طيب يعني. كل لو شفت اي حد ازيكم عاملين ايه، هم نفس التبادل في الكلام ومش عارفه ايه وخلاص. اكتر من كده ما فيش. لكن ولا حد بيخش عندي ولا انا بخش عند حد. يمكن هي رحاب جنبي في الشقه اللي جنبي كل فتره كده تلاقيني داخله كده ابص عليهم واقعد معاهم شويه، لان هم طول النهار عندي فمش يا رحاب داخله هنا داخله كده. لكن اعاد وقت ما عنديش وقت اصلا للكلام ده. وحاولي على قد ما تقدري ما تضيعيش وقتك. صدقيني الوقت والله العظيم ده مفيد جدا ان انت تستفادي بيه بكل شيء.
الصحيان بدري مفيد جدا في المدارس، مش بقولك اصحي بدري دايما، على الاقل في المدارس لما اولادك ينزلوا ما تخشيش تنامي تاني، خلصي كل اللي وراكي، هتلاقي الدنيا فاضيه عندك وكل حاجه متاحه، وتقدري لما اولادك يرجعوا يبقى عندك كده باور. عايزه تنامي ساعه بعدها نامي، بس قومي وخلصي كل حاجه، بلاش حته الكسل والكلام ده كله. صدقيني ده هيفرق معاكي كتير جدا في حياتك، هيظبط الدنيا معاكي تماما. اسالي بقى مجرب، ما تساليش طبيب يعني، بلاش تروحي للدكتور تساليه، اساليني انا. الحاجات دي بتفيد جدا وبتظبط معاكي كل حاجه. ازاي نقدر نتعامل مع اهلك او اهل الزوج او اي حاجه؟ بصي عايز اقول لك على حاجه، كل ما تخففي نفسك كل ما تعززي نفسك. خففي نفسك على قد ما تقدري، خليكي خفيفه كده، ما تبقيش كل شويه رايحه جاريه هنا وجاريه هنا وجاريه هنا، لا. خليكي في الضروره قوي، وفي في الحاجات اللي هي مهمه، الحاجات اللي هي تقدري ان انت تسدي فيها. غير كده التقرب قوي هيعمل مشاكل كتير قوي. وعايزه اقول لك على نصيحه، مهما كان اللي قدامك آه تحكي معاه في اي حاجه تخصك في بيتك بالذات، معلش يعني انا اسفه، ايا كان مين الكلام هياخده وهيوديه بطريقته هو، فالموضوع هيكبر بالنسبه لك انت. فما فيش داعي، ما فيش داعي. خلي كل حاجه بينك وبين اقرب ناس ليكي، اللي هم ليكي اصدقاء كويسين معاكي تقدري تتكلمي معاهم، ليكي ناس بتثقي فيهم تتكلمي معاهم. لكن صدقيني الثقه الزايده في ناس تانية ممكن تكون انت حاسه ان انت واثقه فيهم وتتخذلي، فدي بصوا كانت اكبر صدمه في حياتي. ان انا اتخذلت في ناس كتير جدا جدا كانت قريبه مني جدا جدا جدا، وكنت بحكي كل حاجه التفاصيل، وبعد كده جت فوق دماغي انا. فالصدمه دي بتبقى صعبه، ان انا اللي قدامي ده انا كنت مفكراه ام واب وكل حاجه. فعشان كده بقول لك بلاش حته التعلق بحد، ولا حته ان انت تتدخلي مع حد قوي. خليكي كده في الخفيف، غير لما تكوني واثقه من الناس اللي معاكي زي اصحابي مثلا، بقدر اتكلم معاهم في كل حاجه تخصني، فببقى خلاص انا عارفه ما بتكلم مع مين. فاهميني؟ بس دي الاسئله اللي كانت دايما بتتكرر، يا جيجي ازاي بتتعاملي وازاي بتعملي وكده. حبيت ارد عليكم هنا في الفيديو هنا في القناه، عشان القناه التانية مش بقدر ارد عليكم، بيبقى الوقت بيجري والفيديو بقى فيه روتين قاسي يعني جامد، فبقدر اتعامل معاكم بيه. هنا بقى قلت واقف السله كده واحنا بنقف بقى نغسل مواعين كده، نفتكر ذكرياتنا المؤلمه. ايوه، تفتكري ايه يا جي؟ افتكري اي حاجه، اي حاجه تكون بصي بتضايقك، اي حاجه طلعي الغلب كله في المواعين. اي والله ما بهزر. هتقولي طب ما نستغفر، استغفري، اعملي كل اللي انت نفسك فيه. بصوا دايما كده بقى عندنا اشياء في اغراض المواعين كده مش عايزين نرميها، ما تعرفوش في ايه، تلاقي الايد مكسوره مش عارفه في ايه. بس يعني ان شاء الله كل ده ان شاء الله الفتره الجايه دي هنظبط مع بعض المطبخ باذن الله. انا كنت جايبه البرطمانات اللي انا كنت جايبها معاكم من السعوديه، كنت ناسياها خالص. بفتح امبارح البوفيه لقيتها، قلت لا بقى هنبدا نعمل ديكورات شتويه كده في المطبخ باذن الله، ونغير شويه حاجات. واللي قال لي على ايد الكنكه في بكوس ان شاء الله هروح. وفي فكره حلوه قوي قلتها لي، قلت لي يا جيجي حطي ورق الومنيوم على الايد مش هتتحرق منك، والله فكره هايله هايله. غسلت بقى كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي كده. كان في مواعين كتير ورايا على فكره، كان في حبه حلوين يعني. طيب وانت ليه بتنزلي لنا هنا وهنا يا جيجي؟ هقول لكم ليه. انا بقالي كتير قوي القناه مش شغاله، وانا رابطه القناتين ببعض، انا رابطاهم الاتنين بحساب واحد. فلو ما نزلتش هنا لفتره معينه القناه تتقفل. تمام. وبعدين انا رابطه الحسابين زي ما بقول لكم مع بعض، فلازم كل فتره انزل فيديوهات عليها. خلاص كده، عشان بس السؤال ده برضو جالي. آه بصوا بقى المواعين دي والله العظيم غلب يا ولاد غلب. بس عارفين اقول لكم على حاجه، لما بتصحي كده في يوم بتسرحي كده بتلاقي نفسك خلصتي وعملتيهم احلى ما يمكن اعماله يعني. هخلص بقى كل الكميه دي كده، واحلى حاجه بغسل مواعين. طبعا انتوا عارفين اوضه النوم عندي جنب المطبخ، فانا ما بعرفش ما اكون خالد اجازه ما اعرفش اغسل مواعين خالص وخالد في الاوضه، بستنى لحد ما يقوم، فبضطر اغسلهم بالليل قبل ما انام عشان اقوم الصبح ايه تبقى الدنيا تمام. اديني خلصت معاكم المواعين وانا برغي معاكم. قولي لي بقى انتوا النهارده عاملين غدا ايه؟ عشان انتوا امبارح غشيتوا مني المسقعه، وانا بعمل معاكم فيديو المسقعه امبارح حرقت الاكل على النار، كنت بعمل شاورما فراخ والله العظيم زي ما بقول لكم كده، ونسيتها، قلت اوطي عليها النار تشرب شويه الميه واقوم اطفيها، ونسيتها وقعدت اتكلم معاك في الاخر لقيت حاجه بتطشطش كده على النار، جريت قلت هعمل اكل ايه دلوقتي؟ خلاص انا كنت عملت الغدا خلاص، وهنحط بقى حمر البطاطس وهناكل. فجريت لقيت الحمد لله يعني ايه هي اتحرقت، ايه اللي هو ايه البصله اتكرملت. فقلت مية مية البصله اتكرملت معايا، ده احلى العشق كله بقى. قلت ايه بصوا انا هحطها في السندوتشات بتاعتهم اللي جايبه اللي هو العيش اللي هو الكايزر ده، وحطيتها وكده، وقلت اما اشوف هيقولوا لي ايه.
ما حدش قال لي اي حاجه، قالوا لي الله حلو قوي، ما انت شويها في الفرن. شويها يا ولاد في الفرن جميله صح، ما حلوه قوي. فعجبته، والله عجبته، ما كانوش يعرفوا، بس هي طلعت مكرمله، يعني البصل طلع مكرمل، عطانا اللون، عارفين اللي هو اللون البني ده. والله العظيم اعطاني اللون البني ده، فطلعت حلوه قوي. عارفين انا يعني الساعه دلوقتي 8 الصبح انا بسجل لكم الفيديو ده، قسما بالله ما بهزر معاكم. يعني انا قمت وخلصت شويه حاجات وبعدين قلت اسجله معاكم عشان يلحق يحمل، عشان ينزل لكم على الساعه بقى، ينزل الساعه 12، ينزل الساعه 1. انا بنزل هنا في القناه دي بدري شويه علشان ما انزلش الفيديوهين مع بعض كده. بقى كان اخر الفيديو معاكم، ومسكت بقى اللهلوبه بتاعتي ودخلت على الحوض بحته سلكه بلدي كده، ومسكت الحوض ده خليته فل شمع منور. طب لو ما فيش لهلوبه شتي اي حاجه، شويه كلور وشويه مسحوق من عندك. انا كل كام يوم كده بعمله عشان بيسود مطرح ما برمي فيه تفل الشاي المواعين والكلام ده كله، الحوض بيسمر شويه كده. هي السلك البلدي حتى لو عملتيها بشويه الصابون هتروح معاكي زي الفل. عشان الهلوبه بقت غاليه قوي اليومين دول، مش عارفه مالها، يعني مغلينها على الناس من ساعه ما انا اعلنت عنها وغليت. والله العظيم ما بهزر، يعني من ساعه ما اعلنت عنها وتحسوا ان هم ايه، بدات تسحب من السوق، فبقوا يغلوها. فحاجه يعني انا عندي بتقعد معايا شهور، يعني هي بقى لها شهور جدا معايا، بتقعد بصراحه فتره طويله جدا جدا جدا. يا سلام على النظافه، بصوا بقى المواعين كلها، يا سلام، احلى حاجه لما تشوفي المواعين قدامك كده مغسوله وبتتصفى كده، يا سلام. هي اوحش حاجه وارزل حاجه ان انت ترصي المواعين بالنسبه لي يعني. انا بحب اسيبها كده وخلاص، حتى في الغساله لما بغسل بسيبهم في الغساله ما بطلعهمش. هنا بقى مسكت الحنفيه كده حميتها هي كمان بالمره، قلت بحته السلكه كده قبل ما ارميها، ويلا بقى اديله اتش. وشعارنا في القناه هنا زي شعارنا في القناه هناك، اللي هو ايه، اللي ما يعرفش يجبر الخاطر ما يكسرهوش. عندك كلمه حلوه قوليها، ما عندكيش قولي، لان الكلمه الحلوه هتقعد لك والكلمه الوحشه هتقعد. هتلاقي حد يضايقك زي ما هتضايقيني، مش شرط تكوني فاتحه قناه، اي حد هيقول لك اي كلمه تقولي ايه ده، انا ما بعملش حد وحش، لا انت كتبتي كلمه مش حلوه. يلا بينا بقى نشطف حوضنا ونشطف حنفيتنا. ويلا قومي تشجعي كده معايا واصحي بدري وخلصي حاجتك، واكتبي لي لو بتصحي بدري زي، قولي لي يا جيجي كنت متعوده انام متاخر وصحيت بدري بسببك. اكتبي لي، بفرح قوي لما بحس ان انتوا يعني بتستفادوا من الفيديو. مش عايزه اقول لكم بتسمعوا الكلام، يعني انا مش هقدر اقول لكم ان انا كلمه زي دي، بس يعني يكون انا مؤثره معاكم بحاجه تقدروا ان انتوا تعملوها. ربنا يا رب يصلح حالكم وحالنا، ربنا يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم ابدا. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو بتاعكم اللي دايما بيساعدني. أنا مش عارفه مين بيرن عليا الساعه 8 الصبح. حاضر حاضر، هخلص الحته دي وجايه، هما مش هقدر اطلع من الفيديو، أنا لو طلعت مش هنسى الكلام. هنا بقى شطفت الحوض وهرمي بقى السلكه بتاعتي، خلاص مش هستعملها تاني، وكده تمام التمام، وكده فل شمعه منوره. بس اشوفكم على خير واقعدوا بالعافيه. باي باي يا احلى اخوات.